بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بقى النهارده جاي لكم في اكله جديده، وصفه سهله ووصفه لذيذه. بربع كيلو لحمه مفرومه عملنا احلى صينيه بطاطس بالكفته. بصراحه شكلها كده كان يفتح النفس، وطعمها جميل جدا جدا، وحاجه كده يعني ايه، تغيير من الاخر يعني. الصينيه البطاطس بتاعتنا النهارده مش هتاخد مننا 10 دقايق بالظبط عمايل. ويلا بينا كده نشوف مقاديرنا مع بعض. وطبخة سهلة وبسيطة ولذيذة، وإن شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا نبدأ الأكلة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى كده معانا المقادير بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها. مقاديرنا النهاردة بصل، احنا مقطعين البصل بتاعنا طرنشات، ومعانا فلفل أخضر، ومعانا برضو البطاطس مقطعينها طرنشات كده. ومعانا الطماطم. طبعا احنا كل حاجة عاملينها طرنشات